ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين في احسن حال يا رب العالمين. احنا هنعمل مع بعض النهارده اكله تحفه. تمام، هنعمل محشي ممبار بدون خضره ولا بصل ولا توم. هنشوف هنعمله ازاي مع بعض. يلا بينا يلا بينا. نعصج اللحمه من غير اي حاجه، عايزين ناخد كل حاجه طعمها. يبقى كده يا جماعه، صفينا الطماطم وحطيناها، يعني شوحنا التومه بسيط، وصفينا الطماطم وحطيناها، وحطينا معلقه سكر ومعلقه ملح ومعلقه بابريكا، معلقتين اهم بابريكا. تمام، مليانين على الاخر. تمام كده. دلوقتي يا جماعه سخنا الحله جدا، وبعدين حطينا فيها شويه الزيت وسخناها جدا جدا، وبعدين حطينا الرز. دي اهم تكايه في المحشي لايا كان نوع المحشي ده. تمام، اهم تكايه في المحشي. فهي ايه؟ نسخن الحله وهي فاضيه، نسخنها جدا، وبعدين نسخن فيها شويه زيت، وبعدين نقلب بقى في الرز كده معاه لحد ما ينشف خالص ويشخلل، لكننا هنسقيه شوربه بالظبط. تمام، هننشفه خالص مع بعض وهنشوفه بعدين. شايفين معانا يا جماعه كده ايه عملنا ايه دلوقتي؟ حطينا الحله نشفت جدا، وبعدين حطينا فيها شويه زيت، وبعدين حطينا الرز، نشفنا الرز خالص زي ما بننشفه واحنا جايين نطيب رز لوحده او نعمل رز بشعريه. نشفناه خالص اهو، وبعدين حطينا اهو، شايفين الرز باللحمه، نشفناهم خالص وقلبناهم مع بعض كويس جدا. طبعا اللحمه احنا منشفينها لوحدها في الطاسه، منشفين اللحمه خالص من هو حطينا لها، سقسقناها بميه، المهم ايه، عصجناها على النار لوحدها. تمام، بقطعه فلفل احمر وبس، من غير اي اضافات تانية. ماشي، عصجنا اللحمه بدون اي اضافات تانية. ماشي، بس. وحطينا اللحمه على الرز ونشفناهم كويس قوي اهو، وبعدين هنجيب لهم بقى ايه، الصلصه ونحطها عليهم، وكده يبقى خلصنا الخلطه بتاعه المحشي الممبار، وهنحشيه مع بعض دلوقتي، وهنشوف النتيجه في الاخر هيكون المحشي معانا عامل ازاي. الصلصه اهو حطيناها على الخلطه بتاعتنا، بس بدون خضره، لان انا كده كده مش هعمل خضره في المحشي ده. كده اهو الخلطه بعد ما عملناها مع بعض. شايفين ده الرز مفلفل اهو، قبل ما نحشيه مفلفل اهو. شايفين مفلفل ازاي؟ شايفين مفيهوش ولا ندعه ميه. شايفين اهو، شايفين. تمام كده، نبتدي بقى ايه اهو. طبعا احنا غسلينه، شايفين زي القشطه ازاي؟ شايفين غسلينه من بره ومن جوه لما هريينه، وجردناه طبعا، قلبناه وجردناه ونقعناه في الخل والملح بسم الله الرحمن الرحيم، خل وملح وبيكنج باودر، وجردناه ونضفناه ورجعنا تاني حطينا له خل وملح وسكر، وشطفنا ونقعنا وشطفنا ورجعنا قلبناه وشطفناه ونقعناه تاني والدنيا يعني. اهو يا جماعه، غيرت اتجاه التليفون بس عشان ايه، بصوا احنا طبعا بنحط شويه رز في طبق، نخلص نحط غيرهم عشان الرز اللي يفضل نضيف ما يتزفرش. تمام كده، خلى الممبار خلص، يبقى مش هنرمي الرز اللي يفضل، نحشي بيه حاجه تانية. تمام كده اهو، شايفين بنفتح بالصباعين دول كده، الصباعين دول اهو، نفتح كده بالصباعين كده اهو شايفين، فاتحينها كده بالصباعين، وهنا هنحط الرز.
تمام كده. تمام كده. ننفضها بقى من الرز، ما نخليش فيها ولا حبايه رز. طبعا الممبار ناشف معانا تماما، ناشف تماما، عشان مصفينه من شويه قبل ما نقعد نحشي. تمام كده. مصفينه في مصفى ضيقه، مصفينه خالص. تمام كده. فالممبار شايفين ناشف معانا خالص تماما اهو. نسيب عقلة صباع من هنا، عقلة صباع من هنا، ونفضيها من الرز، ما نسيبش فيها ولا رزاية. وعقلة صباع من هنا ما نسيبش فيها برضو ولا رزاية. تمام كده اهي كده. ومن هنا عشان اول ما تحط في الحلة تلم على طول معانا. تمام كده اهو يا جماعة. الممبار حشيناه قدامكم اهو. تمام. شايفين كل واحدة مفضيين منها عقلة من الجنب عشان تلم اول ما تنزل المية. شايفين المية. طبعا احنا كنا سالين فيها برضو قبل كده، نضيفة وصافية. شوف اول ما بتعمل بتلم ازاي. شايفين اول ما حطيناها لمت ازاي اهي. اول ما حطينا اهو. شايفين لما اهو من الجناب، لما من الجناب. تمام كده. اهو يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اهو يا جماعة. الممبار استوى وبقى زي الفل، بس طبعا سخن جدا. تمام كده. على التحمير بقى، نحمر وناكل سخن، ما نحمرش الا وقت الاكل. يعني لما نكون هناكل هنحمر على قد الاكل، عشان لما بيتحمر ويقعد متحمر شويه بينشف ويجلد. فهو يفضل مسلوق كده. حتى لو حد عامل كميه لمده يومين، هياكل يومين مثلا، يحطها في التلاجة، بس اما يبرد خالص يحطها في التلاجة ويطلع على قد الاكل على التحمير، وبياكله طازه زي الفل. تمام. هيقعد فتره اطول وحاسس ان هو يعني مش عايز ياكل منه كام يوم، لا، يتحط في التلاجة يبرد خالص ويتكيس على قد الوجبه. على قد الوجبه 4 صوابع 8 صوابع زي ما تحبوا، على قد الوجبه. يتحط في الفريزر لما يبرد خالص، يتكيس ويتحط في الفريزر ويطلع وقت الاكل. تمام كده. يطلع يتحمر وقت الاكل اكنك لسه عاملاه حالا، بيبقى طازه وزي الفل. بالهنا والشفا. شايفين يا جماعه الممبار؟ شايفين ده مقاسه، مقاس مناسب جدا. سلقناه وحمرناه. شايفين بقى؟ شايفين الرز من جوه عامل ازاي؟ شايفين؟ ايه رأيكم بقى في الخلطة بتاعته؟ شايفين الرز؟ شايفين الرز مفلفل ازاي؟ عشان التكاية اللي انا قلتلكوا عليها كده. الرز هتلاقوه كده في كل المحشي مستوي ومفلفل كده. شايفين؟ شايفين؟ سلقناه وحمرناه. شو يعني اكنه بالظبط محطوط له خضرة، بس مفيهوش خضرة. شايفين؟ نفس الخلطة وجمال الخلطة وجمال المحشي وزي الفل. تمام. وبيتقطع معانا بمنتهى السهولة. شايفين مستوي حلو ازاي؟ شايفين؟ مفيش احلى من كده. وبالهنا والشفا.
والشفا ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايدينا يا رب دايما، وتعملوا احسن مني 100 مرة. في رعاية الله، اسيبكم في حفظ